انا عايز امشي. ايوه انا عايز امشي، انا مش عايز اقعد هنا، مشوني بليز، مشوني من هنا، عايز اروح الدوري الامريكي، الدوري القطري، انا مش عايز اقعد في الاهلي تاني خلاص، انا امكانياتي اعلى من النادي الاهلي، بعد اذنكم مشوني، عايز امشي. لا لا لا، كنسل لي عروض الخليج، لا انا مش ماشي، انا عايز افضل قاعد في الاهلي، عايز اكتب اسم علي معلول كده من ذهب كده وابقى اسطوره من اساطير النادي، انا مش ماشي قاعد. كنسل عروض الخليج دي، ملايين كتير، مش مشكله مش مشكله، كنسلها، القعده في الاهلي احسن. سلام عليكم، معلش بس انا لميت شنطه هدومي، هروح قطر العب لي هناك كام موسم، بس ان شاء الله ان شاء الله يوم ما انوي ارجع مصر تاني هرجع على بيراميدز، عشان هم عارضين لي 120 مليون وده عرض ما يترفضش. بتقول ايه؟ بيراميدز عارض ملايين؟ لا ده عرض خيالي، ده عرض خرافي ما يترفضش، بس انا بقى هرفضه. ليه بقى؟ لان انا عايز افضل مكمل في الاهلي وقاعد في الاهلي. ده يا ابني انا لازم ابقى اسطوره النادي، انا مرتاح هنا وماشي. كنسل عروض بيراميدز، انا هتجنن. ايه اللي بيحصل ده؟ يعني دلوقتي حمدي فتحي اللي هو المفروض ابننا سابنا وراح قطر ورجع على بيراميدز، وسام ابو علي اللي احنا جبناه ولمعناه ومتمسكين بيه عايز يسيبنا ويمشي، وعلي معلول اللي احنا بعناه وما رضاش نجدد له لحد دلوقتي هو اللي كان متمسك بينا. لا حول الله. اكتبوا لي في الكومنتات مين اوفى لعيب دخل النادي الاهلي ومين اللعيبه اللي خانت وباعت، اكتبوا لي بسرعه.